عارفة في قصة الغلام اللي سيدنا الخضر قتله؟ أنا عارفة إنك عارفة القصة دي، بس في حاجة ممكن تبان مش مفهومة. ما هو ربنا رزقهم بعد كده بطفل تاني يعوضهم بيه. الغريب بقى هو ليه من الأول أصلا ربنا رزقهم بالطفل اللي هيموت ده؟ ما كان يرزقهم بالكويس مرة واحدة على طول. هو لو كان حصل كده ما كانوش هيعبدوا ربنا بالصبر. هو كل ده حصل علشان يصبروا ويرضوا عن أفعال الله. ممكن تكوني حد صالح، قلبك نظيف، مش بتشيلي من حد وبتسامحي، أخلاقك عالية، بس عملك الصالح بسيط. وسعك في العبادة هو الصلاة المفروضة والصوم، وحتى مش غنية مثلا تطلعي زكاة أو حتى صدقة، بس نفسك الطيبة تستاهل إنك تبقي في الفردوس مع الأنبياء. فربنا يرزقك بابتلاء صبرك عليه يضاعف عملك ده، فتوصلي المنزلة في الجنة ما كنتيش هتوصلي لها بعملك لوحده. ذلك جزيناهم بما صبروا.